عسلامة ومرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اليوم باش نحضروا مع بعضنا البنات كاكي بطريقة المحلات ولا أحسن باش يجيكم البنات يتكرمش وبنين وما يشربش الزيت. وتبعوا بركة المقادير هذه بانتظام، يعني متفلتوا حتى يعني مكون، وتعملوهم قد قد البنات، لا تزيدوا من عندكم ولا تنقصوا. كما شفتوا معايا هنا عندنا 250 غرام فرينة، عليهم مغرفة صغيرة زبدة، عليهم مغرفتين صغار زيت زيتونة، مغرفة صغيرة ملح، باكو خميرة، وباش نستحقوا شويه ماء دافي. هنا حطينا في صحفه البنات 250 غرام تاع الفرينه، وحطيت الباكو نتاع الخميره البنات، هيك الباكوات الصغيره ذيك اللي فيها تقريبا 10 غرامات. وحطيت مغرفه صغيره ملح البنات هنا، وباش نحط مغرفتين نتاع الزيت زيتونه كيما شفتوا معايا هنا البنات. راهو باش نحط المكونات كلها مع بعضها، معناها مانيش باش نخليها، معناتها مانيش باش نخليها تخمر باش تقولوا شبيني حطيت الملح مع الخميره مع كل شيء. تو تشوفوا راهي هي مكوناتها سهله وطريقه التحضير متاعها سهله. باش نكمل نحط المغرفه الصغيره متاع المارغرين ولا الزبده. ما تكثروش البنات، تتبعوا المقادير بالضبط معناتها كيما عطيتها لكم. هنا كيما شفتوا معايا هنا باش نبدا نحي هيك الزبده هذيك، ونبدا نخلط المكونات هذيك كيما شفتوا بيديا، كاني نبسس فيها معناتها مع شويه هيك الزيت والزبده وكل شيء، المكونات كلها مع بعضها كيف من هكاك بالبنات. نلمها لمين راهو، وبعدين باش نبدا نزيد الماء بشويه بشويه ونلم كيف من هكاك البنات، هكاك نلم بشوي بشوي. مانيش البنات باش نعجنها باش تولي لي متاع خبز، عجينه متاع خبز ولا عجينه متاع معناتها اي بات. نلمها لمين البنات كاني باش نلم عجينه الصابلي ولا فهمتوا. لمها لمين ويلزم تكون شويه معناتها تتفترش، معناها ماهيش اللي شاده روحها شويه، اكلي شاده روحها، لازمها تكون تتفترش البنات. نوري لكم القوام متاعها كيفاش يكون. هاويني قاعده نعمل نزيد شويه في الماء باش نلمها اذا لقيتها يعني شيحه طول. وراهو المكونات الكل باش نحاها من يديا، معناتها هاك العجينه ذيك مانيش باش نخليها. هاويني كما شفتوا معايا هنا، خاطرني عامله شويه هيك الزبده والزيت زيتونه بيان سور باش تتنحى من ايدي معناها بسهوله، ماهيش باش تلصق. حاصلوا البنات هنا حبيت نوريكم الفيديو بالتدقيق البنات، شفتوا كيفاش يلزمه يكون يتفترش هكاكا. عامينو باش نلمو لما المحالة انا بعدين حسيتها ناقص شويه، زدت عملت لها شويه ماء البنات راهو فهمتوا. مش باش نخليه يتفترش على الاخر، ومانيش باش نخليه معناتها كي العجينه تاع الخبز، ولا لازم المفيد يتلم لي كله ويبقى شويه يتفترش البنات. هاوينو كيما شفتوا على عينيكم، قاعده نحاول كيفاش نلم فيه ما نخليش يعني يتفترش ياسر. هنا البنات راني مانيش باش نخليه يخمر، يعني باش نريحه نص ساعه ربع ساعه فهمتوا كي من هكاكا. ومن بعدين نحله بالقلقال ونقصها سيور البنات، ونقلي في زيت يكون معناتها زيت سخون، ويكون الزيت غارق البنات، راهو لازم في معون يكون الزيت كميه كبيره ماهوش شويه بركه. هاوينو باش نغطيه البنات
كما شفتوا قاعدة نوريكم في القوام متاع البنات باش ما تغلطوش معناتها وين باش نخليه فترة. هنا البنات بعد ما مرت تقريبا ربع ساعة ولا نص ساعة نرش الفرينة من اللوطة ومن فوق، وباش نحل البات متاعي. البات اللي قلت لكم عليها راهي يلزمها تكون تتفترش شوية البنات. مكوناتها البنات سهلة برشا، نجموا تعملوا البنات كاكي بالحق، كاكي في الدار يكون نظيف، مكوناتها عارفين وش حاطين فيها، ويكون اون بليس جديد البنات. خاطر كما تعرفوا الحوادث معناتها نجم يكون يعني الكاكي متاعو عنده فترة اللي برشا عنده في الحانوت ومع الغطا متاع الحانوت وكل شيء. ساعات تلقوا الريحة خايبة والطعمة خايبة، وخاصة كما تعرفوا الأكلة هذه يموتوا عليها ياسر الصغار. الحاجة هذه ماذا بيكم يعني تعملوا حويجة في الدار تكون نظيفة، تكون يعني عارفة وش حاطة فيها بالضبط على ايدك كل شيء، وخير ما تشروا معناتها حاجة الحوانت يعني تكون لها برشا وكل شيء. عاوني اللي بنت نحلو البات، ما تخافوش يعني البات يعني المرة الأولى راهي جت كيما هكاكا البنات، وبديت المرحلة الثانية بعدين نلم فيها يعني بشوية بشوية اللي نتقدت لي. يعني هي حتى الوحدة الأولى يعني القلية الأولى متاع الكاكي الحق جاني باهي مش خايب البنات، راه بالرغم انه جاني يتفترش وكل شيء ياسر، اما جاني باهي معناها. باش نحي البنات هاك الزايد الكل هذاك باش نعاود نعجنه، وبعدين ناكل المربع قد هذاك باش نعمله سيول البنات. باش نقولكم على حاجه البنات، اذا عندكم ماكينه الرشطه هذيك اللي تهبط بالحق، الماكينه هذيك نتاع الايد هذيك اللي تهبط الرشطه معناتها سيور هذيك تجيكم مش نورمال البنات، تجي سهله على الاخر البنات. واذا ما عندكمش نجموا تقصوها كيف من هيك عشوائي، مش بالضروره البنات باش تعملوها قد ولا المفيد يعني تقصوها سيور. انا الحق جوني سيور متوسطين، جوني سيور غلاظ ياسر، جوني سيور رقاق، اما يعني كلهم جو يتقربشوا الحقيقه البنات الكلهم جو يتقربشوا، جو بنان جو معناتها كيف نتاع الحانوت يعني المنظر متاعهم. اما البنه نتاع الدار وحدها البنات، بنه الدار وحدها. تحبوا البنات تخلوهم طوال كيف من هكاكا طوال يعني، وإلا تقصوهم قصيرين كيما عملت أنا، يعني لكم حرية الاختيار. وين البنات البلاصة اللي باش تحطوا عليها السيورة ذيك ترش عليها الفرينة باش ما تلصق شوي. أصلا ماني أنا راشة على الفرينة يعني قبل ما نحل البات، بطبيعتها هي ماهيش باش تلصق البنات راهي. اما انتم بزدوا اعملوا الفرينه معناها قصوا، متنجموش تعملوا البنات وتقصوهم الكل يعني كمن هكاكا فهمتوا، ومن بعدين تحطوا الزيت يسخن وتبدوا تقلوا على رواحكم معناها فهمتوا عادي معناها. حاسينه ماهيش يعني صعيبه ياسر. باقي العجينه البنات كما شفتوا نلمها لمين كيف من هكاكا، وتنجموا تخلوها ترتاح شوية وإلا تحلوها في نفس الوقت. راه حاسينه هنا حطيت الطنجرة هنا نفقد فيها البنات زيت ديجا باش نعمل تجربة، نحط كعبة من هيك الكاكي هذيك الني ونشوف معناتها العجينة، نشوف الزيت يعني سخن وإلا لا، ولا نجم نجرب حتى بطرف عجينة صغير معناها فهمتوا. أنا جربت كعبة لقيتها الحق هانا ديجا سخن معناتها فهمتوا. باش وليت من بعدين حطيت الكمية يعني باهية متاع لقيتها هاني طلعت ديجا، عرفت ان الزيت سخن معناها فهمتوا.
ولات زدت شوي برك على النار. الحق جاني انا وياه قد قد معناتها ما غلبنيش معناتها اني نطيف الكاكي هذاك وقاعده نحل في بقيه العجينه، ما غلبنيش يعني كيف عملت النار متوسطه ما غلبنيش، جاني انا وياه قد قد البنات. ولا كيما قلت لكم تنجموا تحلوهم الكل مع بعضهم حدكم يعني تقلوا. عندي جا حطيت البنات كميه كبيره كيما شفتوا، وحاطه بحذايا البنات هنايا صحن وفوق منه بابي كويسون، بابي معناتها تاع كوزينه هذاك اللي يشرب بالزيت. والحقيقه هو البنات انا نحي فيه من القلاي البنات وماهوش شارب بالزيت كومبليتمون، معناها جا روعه يعني. انا زدت عملت له المنديل يعني متاع الكوزينه يعني احتياط. اما انتم تخلوه اولا لاستيوس انكم يحمر، ما تعملوش يعني اصفر، يزمع احمر. بعدين تحطوهم على هذيك كما قلت لكم بابي كويسون، بابي متاع هذيك اللي تشرب الزيت. والحاجه الاخرى البلاد انكم ما تغطوش، معنا رد بالكم ما تغطوه هو سخون، راهو يعرق ويولي لكم ماهوش يتقرمش، معناتها يولي لكم يعني طري. تخلوه يعني معناتها يشيح بالكدا يبرد معناها بالكدا. ومن بعدين تولوا كيف يبرد تحطوه في صحن التقديم. تنجموا تحطوه في علبه يعني تاع بلاستيك بالغطاء نتاعها. شفتوا لونه البنات كيفاش مزيان كيفاش احمر، بالحق يشهي البنات. راه هاوين نحي فيه البنات وديجا ماهوش شارب الزيت يعني ماهوش شارب شايح. هاوين البنات شوفوا كيفاش منظروا. بالحق ما نحكي لكمش البنات. انا باش نحط القليه الثانيه. القنيه الثانيه جاتني مريقله قد البنات. لميت العجينه قد وعملت لها سيور بالباهي، جا منظرها روعه. هاو شوفوا كيفاش البنات، شفتوا كيفاش منظرها يشهي البنات. بالحق ننصحكم تجربوه البنات، راهو مش عادي، حاجة نظيفة في الدار مزيانة. بالحق البنات مش عادي الكاكي متاعنا. ننصحكم انكم تجربوه. ما تنسوش كان عجبكم لايك وتشتركوا في القناة البنات. وهذا الكاكي متاعنا حضر، شوفوا منظره قداش يشهي كيما متاع الشارع ولا خير البنات. شفتوا منظروا كيفاش ماهوش شارب الزيت كومبليتمون، جاي تقروش البنات. شفتوا من داخل كيفاش. بالحق البنات ننصحكم تجربوه. ما تنسوش كان عجبكم الفيديو لايك تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. بسلامة البنات، في فيديو آخر. بسلامة.